تعالوا بقى نبطن دي. طبعا دي هي متبطنه من الاصل، احنا اللي بنعمل لها كيسه. الكيسه دي بقى مقاسها ايه بالظبط؟ ادي قطعه البطانه. طول القطعه دي قد ايه تحديدا؟ طول القطعه دي 55 سنتي، ده بالنسبه للجزء ده، و55 سنتي بالنسبه لهنا، يعني قطعه مربع متساوي، 55 طول في 55 عرض. طبعا ممكن يطلع كبير وده وارد جدا، فانتي قللي الحجم لو انتي حابه. انا بحب اقطع البطانه بزياده عشان محتاجش، وعشان كمان زي ما انتوا شايفين الاطراف دي ابتدي ان انا اتجوزها، ما يكونش عندي اي مشكله انه الخروم دي تبان، لان الخروم دي لما بتبان ان هي خطأ من عندك، مش ان هي القماشه جايه كده. التركايه ان انا بتني القماشه كده، طبعا عرضها زي طولها فمش فارق معانا. وببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اخيط ازاي؟ اخيط كده من هنا كده، تمام. طبعا على الاطراف بسيب بس حوالي فيما عرض الصباع او 1.5 سنتي اسهل لي عشان بس الهوا. بخيط ازاي بقى؟ بخيط كده بالعرض وبرجع كده بالطول اخيط. اوكي كده؟ اظن كده سهله. طيب القماشه بتاعتي ممكن تكون اطول من كده، ممكن تكون اطول من كده، وده احسن ليكي. ليه؟ لانك لما تيجي تتنيها هتتنيها نصين كده، ويبقى الجزء بتاع الكيسه اللي انت شايفاه ده مش محتاج اي تظبيط تاني. ولكن احنا هنعملها زي الشنطه دي، بحيث انه اخيط دي ودي، والجزء اللي هيبان هو بس اللي هيبقى مطوي كده. اقول لكم حاجه، هتشوفوا كل ده واحنا شغالين. كل اللي انا هعمله دلوقتي اخيط القطعه دي واخيط القطعه دي وارجع لكم مره تانية. قفلت زي ما قلت لكم الكيسه من الجنب كده، وبعدين قفلت الجزء اللي هو بتاع القعده. وعشان يكون الحاجه بتاعتي نظيفه كده وشكلها حلو، انا عملت لها شبه سرفله بسيطه. اوكي، تعالوا نقيس الكيس ده قبل ما نعمل فيه اي حاجه. اهو طوله 55 سنتي. العرض دلوقتي طبعا هيقل لانه بقى دبل. العرض دلوقتي 25 لان انا قطعت منها حبة بسيطة. ده بالنسبة للطول والعرض. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان هقلب الكيس ده على الوش، بس مش كله، جزء بسيط كده زي ما انتوا شايفين. تمام كده يا بنات. بعدين بقى هبتدي ان انا احطه في الشنطة بتاعتي. الشنطة بتاعتي انا ببططها زي ما انتوا شايفين كده، وبرجع ادخل الكيس ده جواها. ازاي؟ اهو، روح مدخلاه دبوس كده، وهبتدي ان انا اثبت الكيس عند المستوى ده، عشان طبعا مع الخياطة هيطلع مني. لو قلقانة قوي على الشنطة او على البطانة حطي مشبك، فهماني؟ المهم ان انتي تثبتي الكيسة دي بالشكل اللي انت شايفاه ده بالابرة والخيط. وهبتدي اثبت الشغل بتاعي كله، بمعنى هدي بنس بسيطة في الجوانب هنا، اثبت الجزء بتاع القاعدة ده في القاعدة بتاعة الشنطة، طبعا من بره لجوه عادي، ومن الجوانب لحد ما بوصل للجزء ده. تمام. طبعا التثبيت بيكون عشوائي شوية وبسيط قوي، يعني انا مش بثبت وبقفل كل بطانة من كل الجوانب، بسيطة منها زي كده، ان انا مثلا ادخل كده واطلع، انه مثلا كده. طبعا شيل المشبك ده، من جوه لبره كده، وببتدي ان انا اثبت زي ما انتوا شايفين كده. وده بيخليها سهلة جدا في التقفيل وبسيطة برضو. ده تاني جانب. دلوقتي بقى هيجي دور ان انا اثبت الجوانب اللي هي بتاعة الشنطة، يعني لما اجي اعمل كده تكون الجوانب دي متشبطة هنا، شايفين من بره كده، وبدخل عشان اطلعها من الجانب الداخلي ده من جوه كده عشان تطلع لبره. وهنا حبيت ان انا اديلها بنس كده صغننه برضو، او خياطه بسيطه جدا اللي هي بتكون في نفس المكان، وتكون سريعة كده وبسيطة، عشان برضو الكيسة ما تتزحزحش لو حصل يعني مع الشغل وكده، وبتكون بعيدة عن بعضها قدر الامكان. وخلاص انا كده يعتبر شطبت برضو الجزء ده، وهمسك المقص واقص. نروح بقى للقعدة. والقعدة دلوقتي بقت اسهل، يعني حتى لو نفخت خلاص هي خدت الوضعية والشكل اللي انا عاوزاه بالظبط. دلوقتي بقى هروح، لازم طبعا القاعدة تكون ملاقية القاع بتاع الشنطة من جوه زي ما انتوا شايفين،
بروح برضو كده بريح بايدي، وببتدي برضو ادخل واطلع كده لحد ما بثبت. وطبعا هستخدم اي خرزات من دول. بالنسبه لي المره دي عايزه استخدم اللون الغامق من اللي احنا اشتغلنا فيها في الشنطه بتاعتنا. وهحاول الاول ازق اول خرزه، طبعا خرز ده خشب، خلصت الشنطة بتاعتي وعملتها بالخرزات البسيطة دي، بحيث ان هي تكون شوية شبه ان هي ماتشنج مع شكل الخشب اللي احنا شايفينه ده. وزي ما انتوا شايفين انا عاملاها على جانب واحد بس تقفل، وده يعني عشان تكون عملية وسريعة، وفي الوقت نفسه ما فتحش كتير في الكيسة بتاعة البطانة. وعايزة اقولك حاجة، لو عاوزة الشنطة دي واسعة ممكن تعملي الكيسة دي تتحط وتتشال وهي جوه الشنطة.